بسم الله الرحمن الرحيم، وحلقه جديده مع الكوره والجمهور مع هاني فاروق. مرتضى منصور صرح رئيس نادي الزمالك مرتضى منصور في فيديو مسجل مساء امس موجها كلامه الى جماهير نادي الزمالك بان اللاعب اشرف بن شرقي رفض تجديد عقده مع النادي، وقال بكل صراحه: لا ارغب في البقاء داخل جدران نادي الزمالك وعندي عروض من تركيا وقطر. صرح مرتضى منصور بأن نادي الزمالك لا يقبل على نفسه وعلى جماهيره بأن هي على حد تعبيره تتحايل على لاعب للبقاء داخل نادي الزمالك مهما كان اسمه ونجوميته. وقال كمان أن كرامة نادي الزمالك من كرامة جماهيره ورئيسه، وأن نادي الزمالك هو نادي الكرامة والوطنية، ولا يرضي أحد ان يستمر او ان على حد تعبير مرتضى منصور ان هم يتحايلوا على لاعب لا يرغب في البقاء داخل نادي الزمالك. طبعا بناء على تصريحات مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، من الواضح ان هيكون هناك تأثير قوي من جانب فريق كرة القدم بنادي الزمالك على غياب لاعب بمثل او بقيمة اشرف بن شرقي الى جانب غياب طارق حامد. الموقف هيتغير، هيتأثر نادي الزمالك بنجمين كبار رحلوا عن نادي الزمالك في الفترة الحالية. هيكون في صعوبة في المنافسة على جميع البطولات. من ناحية تانية يخوض نادي الزمالك اليوم مباراة هامة جدا في الدوري العام مع سيراميكا كليوباترا واعتقد ان بيكون المباراة ديت هي الأخيرة للاعب أشرف بن شرقي في نادي الزمالك. المباراة هتكون الساعة 9:30 توقيت القاهرة، 11:30 توقيت الإمارات. بتقول لقاء الحكم الدولي نور الدين. أتمنى أن يسود العدالة على مستوى التحكيم وما يكونش فيه أي جدل كما يحدث في جميع المباريات في الدوري العام. يدخل لقاء اليوم النادي الزمالك وهو في المركز الأول متصدر البطولة، ولكنه في انتظار لقاءات النادي الأهلي المؤجلة حتى يتضح شكل جدول الدوري العام في مصر هذا العام. قلنا طبعا غياب طارق حامد، وقلنا ان طارق حامد بيرغب في الاحتراف في احد الانديه السعوديه، ده هيزيد الموقف صعوبه على نادي الزمالك. نيجي للمفاجأة اللي احنا قلنا عليها، وهو هجوم أشرف بن شرقي على رئيس نادي الزمالك وأبنائه. صرح أشرف بن شرقي من خلال القناة المغربية الرياضية بأن اللاعب لا يرغب في الاستمرار مع الزمالك، وقال اللاعب إنه هو تم ممارسة عليه ضغوط بشكل سيء من جانب رئيس نادي الزمالك وأبناء الرئيس نادي الزمالك للإبقاء والتجديد لنادي الزمالك، وهو دوت اللي عصب اللاعب وخد قراره بالانتقال إلى أحد الأندية كما قال في تركيا أو في قطر. سأل المذيع: هل ترغب أو هل هناك مفاوضات من النادي الأهلي المصري عشان تلعب مع النادي في الفترة القادمة؟ قال اللاعب ان هو لاعب محترف حر الان، يستطيع ان يلعب في اي نادي مهما كان، فالنادي الاهلي بيعتبره من احسن الانديه اللي موجوده على المستوى الافريقي بل على المستوى الاوروبي على حد تعبير وتصريح اللاعب. وقال كمان اشرف بن شرقي ان النادي الاهلي بيتميز بالاستقرار المالي والاداري عن باقي الانديه الاخرى. وقال كمان النادي الاهلي مؤسسة كبيرة بتدار باحترافية شديدة جدا زيها زي الاندية الاوروبية. اخر مفاجأة معايا عن اللاعب اشرف بن شرقي، وهو انه قال في تصريحاته ان هناك بالفعل مفاوضات مع النادي الاهلي خلال الفترة الماضية، ودي كانت مفاجأة بالنسبة لي انا شخصيا ان في مفاوضات بين النادي الاهلي واشرف بن شرقي. يا ترى هل اشرف بن شرقي يلعب في النادي الاهلي ولا في تركيا ولا في قطر كما ذكر في البداية؟ هذه كانت حلقتي. شكرا لكم في نهاية الحلقة، واتمنى ان انتم تكونوا استفدتم من لقائي معكم، والسلام عليكم ورحمة الله.